قال لهم انا مش راجع وهكمل الرياض حتى لو فيها موتي. اتولد الامير عبد العزيز في الرياض سنه 1877 في بيت ابوه الامام عبد الرحمن بن فيصل ال سعود. ويشاء القدر ان عبد العزيز يتولد ويكبر في فتره صعبه من فترات الدوله السعوديه الثانيه. في الفتره دي كان في خناقه على حكم الرياض ما بين ال سعود وال رشيد، واللي خلصت بخساره ال سعود وخروجهم للصحراء. الامير عبد العزيز وهو عنده 16 سنه بدا رحله الصحاري وانه يتنقل ما بين البوادي، مره ما بين ال مره وال عجمان. ابوه الامام عبد الرحمن كان شايف ان اهله مش هيقدروا يستحملوا حياه الصحاري دي، فيعمل ايه؟ فبعت عبد العزيز لامير البحرين الشيخ عيسى وطلب منه ان النساء يفضلوا عندك في البحرين، فوافق الشيخ عيسى. وبكده يكون خلص الامام من حمل تقيل قوي على قلبه، بقى فاضي انه يفكر لآل رشيد وازاي يرجع للرياض. جمع الامام عبد الرحمن رجالته واتحرك ناحيه الرياض، لكن ما كسبش من المعركه دي لا ابيض ولا اسود، وراح راجع تاني للبدو. قرر انه يبعت عبد العزيز مره تانيه، والمره دي لمنطقه الاحساء عشان يتفاوض مع العثمانيين انه يفضل هو واهله في الاحساء. لكن بعد المفاوضات اترفض طلبه وفضل في الصحراء 7 شهور تانيين. الظروف كانت صعبه جدا وكان لازم يدوروا على مكان تاني يقعدوا فيه، فتحركوا وراحوا على قطر وقعدوا فيها 4 شهور. لكن الامام عبد الرحمن كان عاوز يكون قريب من الرياض عشان يعرف ايه الاخبار وايه اللي بيحصل هناك، فتحرك مره تانيه الامام عبد الرحمن هو واهله في اتجاه الكويت. طبعا ده كله على امل ان هم يكونوا قريبين من الرياض يعني ويستعدوا ان هم يرجعوا تاني. لكن الفتره في الكويت طولت، فضل عبد العزيز قاعد في الكويت 9 سنين، لكن الفتره دي ما نسيتوش ابدا الرياض، وفضل دايما يسال على اخبارها السياسيه ويعرف احوالها من التجار اللي كانوا بييجوا للكويت علشان يبيعوا ويشتروا. كبر عبد العزيز وكه وقت الجواز، وكان الاختيار على بنت من الباديه واتجوزها وهو عنده 19 سنه. عاش معاها 6 شهور، لكن للاسف البنت دي توفت. بعد فتره اتجوز عبد العزيز تاني، والمره دي من وضحاء بنت محمد من آل عرية، وخلف منها ابنه البكر تركي ومن بعده سعود. المرمطه والحياه اللي ما فيهاش استقرار، كل شويه يتنقل في الصحراء مع كل المشاكل والخطر اللي كان بيشوفه عبد العزيز، ده طبعا غير وجوده جنب ابوه اللي نقل له خبراته. ده خلى عنده من الخبره والقوه اللي يخليه سابق سنه بكتير قوي. ده غير اصلا انه كان عنده بطبعه حماس انه عاوز يرجع للرياض من تاني. وكان عبد العزيز عنده اخت اسمها نوره، كانت دايما بتشجعه وهي اللي بتزود عنده شعله الحماس دي انه يرجع للرياض من تاني. خلاص عبد العزيز كبر واستوى وجه دلوقتي وقت الشغل. وصلت رساله للامام عبد الرحمن من انصاره في نجد: احنا معاك، تعال انت بس واحنا هنساندك وهنحارب معاك. جت اللحظه اللي بيحلم بيها عبد العزيز وابوه، وفعلا حضر الامام عبد الرحمن جيشه، وكان معاه الشيخ الصباح اللي كان قاعد عنده في الكويت. اتحركوا بالجيش ناحيه نجد، لكن عبد العزيز انفصل عن جيش ابوه ب1000 من الرجال ومشي ناحيه الرياض. كان عبد العزيز كانه بياكل الطريق اكل، والمسافه الطويله دي مشيها في يومين بس. وصل الرياض وبقى حلمه قدامه، اشتبك مع رجال بن رشيد وحاصر الرياض ل40 يوم، لكن يا فرحه ما تم. وصل له اخبار خساره ابوه والشيخ الصباح في المعركه، فاضطر انه يفك الحصار ويسيب الرياض ويرجع للكويت من تاني. عبد العزيز اللي كان وصل لحلمه وكان ما بينه وما بينه خطوات مستحيل يهدى من تاني. ومن اليوم ده فضل عبد العزيز يطلب من ابوه انه يسيبه ويحاول تاني، لكن الامام عبد الرحمن كان رافض، وعبد العزيز خلاص ما بقاش قابل الرفض ده، وقالها لابوه صريحه: قدامك اختيارين، الاول انك تؤمر واحد من رجالتك فيطير راسي، والتاني انك تسيبني احاول تاني وتسهل له خروجي. الامام عبد الرحمن قال له تمام ماشي، واداله عتاد يا دوبك يكفيه الرحله، وكانوا عباره عن 40 من الابل السريعه و30 بندقيه و200 ريال. طبعا ما صدق عبد العزيز وراح جاي جامع الرجاله اللي هتروح معاه، وكانوا حوالي 40 راجل، وكان جامعهم من عيلته وقرايبه. في الوقت ده كان عدى 5 شهور عن المحاوله اللي قبلها، وطبيعي لو اتحرك بالرجاله دي دلوقتي وطلع على الرياض هياخد العلقه طبق الاصل ويرجع تاني. طب يعمل ايه؟ لازم يزود الرجاله اللي معاه ولازم يزود السلاح اللي معاه برضه. فبدا يتحرك ناحيه العيينه اللي هي شمال الاحساء، وده كان مصلحه ليه من ناحيتين: الاولى انه بيجمع رجاله ومول الرحله، والثانيه ان الانتصارات خلت الكل يبدا يتكلم عنه، فبدات قبائل تتحالف معاه، خصوصا انه بينتصر وخلاص رايح ناحيه الرياض. اتجمع حواليه 1400 مقاتل من القبائل دي، وبدا يتحرك بيهم ناحيه الغرب ناحيه صحراء الدهناء. 5 ايام من المشي في الطريق ووصل عبد العزيز، وبعت جواسيس للرياض علشان يجمعوا له الاخبار ويعرف اذا كان الوقت مناسب انه يهجم دلوقتي ولا لا. استناهم عبد العزيز وجات الاخبار، وللاسف الوقت مش مناسب، فأجل الهجوم على الرياض. طب هنعمل ايه؟ لازم الرجاله تتحرك علشان يكون في غنايم ترضيهم. فبدأ يكمل الهجوم على القبائل اللي تبع آل رشيد، وكل الغنايم اللي بتيجي كانت بتتوزع على الرجاله بالتساوي علشان يرضيهم. قدر انه يجمع حوالي 2100 واحد. فضل عبد العزيز ورجالته مكملين وصيته بيعلى اكتر واكتر. طبعا الكلام وصل لابن رشيد اللي بيحكم الرياض، وخلي بالك ابن رشيد حليف للعثمانيين، وعبد العزيز ورجالته بيتحركوا في اراضي بيحكمها العثمانيين. فبعت ابن رشيد العثمانيين اللي هو قفلوا عليه، ما تخلوهوش يعرف يتحرك في الاراضي بتاعتكم. العثمانيين ما كدبوش خبر وقفلوا
وحملوها على عبد العزيز ورجالته. ما بقاش قدامه دلوقتي غير انه يسيب الاحساء ويبدا يتحرك في الجنوب، وعلشان المصائب لا تاتي فرادى الرجاله اللي معاهم كمان بداوا يسيبوا ويمشوا. وبعد ما وصل ل 2100 مقاتل ما فضلش معاه غير ال 40 اللي طلع بيهم من الكويت و23 من اللي انضموا ليه بعد كده، فكان لازم عبد العزيز يختفي هو ورجالته. فراح على منطقه يابرين وبدا يشوف هيعمل ايه ويحط خطه يجمع بيها المون. تهدى الدنيا عليه بقى علشان يقدر يفكر في اللي جاي؟ لا، يلاقي رساله من ابوه بتقول له ارجع الكويت. عبد العزيز ما كانش عنده اي استعداد انه ينهي الرحله دي. جمع رجالته وقال لهم الرساله اللي وصلت، قال لهم انا مش راجع وهكمل الرياض حتى لو فيها موتي، واللي عايز يكمل معايا يكمل. احنا لازم لنا خطه نقدر نتعامل فيها بذكاء لان العدد قل، وكمان اتقطع طريق التمويل وخلاص اتضيق عليهم على الاخر. اللعبه الجايه هتكون السريه والمباغته، وكان لازم يختفوا الفتره. فخرج برجالته ناحيه رمال صحراء الجافوره في الربع الخالي، والمنطقه دي ما كانش فيها اي ناس. فضل هو ورجالته وسط الصحراء والظروف الصعبه لمده 50 يوم عشان خلاص يقتنع الكل انه استسلم ومش هيحارب تاني. كمان كان مستني الشتاء علشان يقدر يبدا يتحرك في الليل في هدوء. اختار ليله 20 رمضان، ورمضان علشان القوافل والتجار حركتهم بتبدا تقل. المسافه اللي هيمشيها عبد العزيز ورجالته هي مسافه 15 يوم، كانوا بيمشوها في برد الصحراء بالليل لحد ما وصلوا عند جبل ابو غارب اللي موجود في جنوب الرياض. احنا دلوقتي في الليله اللي قبل المعركه. بدا عبد العزيز بيقول الخطه، هيقسم رجالته 3 مجموعات. المجموعه الاولى هتفضل عند الجبل علشان تحمي الجمال بتاعتهم، ودول هيكونوا 23 راجل. المجموعه الثانيه ودي هتكون عند مدخل المدينه للحمايه وهيكونوا 33 راجل على راسهم محمد اخو عبد العزيز. كده يكون فاضل 7، ودي المجموعه الثالثه اللي هتكون مع عبد العزيز. بدات الخطه بان عبد العزيز والرجاله ال7 بداوا يتسحبوا ودخلوا البيوت اللي موجوده قدام القصر اللي قاعد فيه حاكم الرياض. ولما اطمنوا ان هو بيبات في القصر مع حراسه وامنوا المكان، بعت لاخوه عند بوابه المدينه واداله الاشاره انه يبدا الهجوم. في فجر يوم 5 شوال هجموا على قصر حاكم الرياض وقتلوا الحاكم عجلان ابن محمد العجلان. عبد العزيز اللي خرج وهو عنده 16 سنه للصحراء مع ابوه رجع تاني علشان يعلن بنفسه ان الحكم رجع تاني لآل سعود، وبسرعه بعت واحد من رجالته للكويت علشان يبشر ابوه من يطلب منه الامدادات. بعد شهر وصل الامير سعد اخو عبد العزيز ومعاه 100 راجل وشويه ذخيره، غير طبعا ان بعد الانتصار انضم ليه 1000 مقاتل من اهل نجد. لما جه الامام عبد الرحمن قال له عبد العزيز ان الاماره تحت حكمه وانه هيكون جندي من جنود الاماره، لكن ابوه رفض وقال ان عبد العزيز هو اللي هيكون امير الرياض. وقدام الناس قال الامام عبد الرحمن انه بيتنازل عن الحكم لابنه الملك عبد العزيز، واداله سيف الامام سعود الكبير عشان يكون الملك عبد العزيز آل سعود. الملك عبد العزيز آل سعود بدا اكبر حركه وحده وطنيه في تاريخ المملكه السعوديه. قضى 32 سنه بيحاول انه يوحد اجزاء الجزيره العربيه ويرجع لها الامن والاستقرار من تاني. انجازاته في توحيد الدوله ومجهوداته السياسيه خلته ياخد اهتمام كبير من كتاب كتير قوي في الوطن العربي والعالم كله. ومش هنكون بنبالغ لو قلنا ان الملك عبد العزيز اثر باللي عمله مش بس في تاريخ السعوديه لكن في تاريخ العالم كله. وفي النهايه اتوفى الملك عبد العزيز وهو عنده 80 سنه بعد حياه طويله مليانه بالاحداث والانجازات. لو عجبتك الحكايه ادعمنا بلايك وشير وسبسكرايب لو لسه مش مشترك، واشوفكم في حكايه جديده.